احنا عندنا ثقافة الطلاق بغير معروف، رغم ان ربنا امرنا فامسك هنا معروف او فارق هنا معروف. انت قلت جمله بليغه، عندنا ثقافه الطلاق بغير معروف. ايوه، بنتمنى ان يكون اعلامنا ما هو لو بالدين وحديثنا كان في خطب الجمعه. ما كناش هنحتاج القانون. ايوه، صدقني لو بالاخلاق، لو الناس اخلاقها كلها كويسه ما كناش هنحتاج الاسر الكريمه اللي بتعرف ثقافه الفراق باحسان والفراق بمعروف لا يجدون تلك مشكله نهائيا. الواد بيروح هنا وبيروح هنا ويقابل ده ويقابل ده بدون اي اشكاليه. لكن احنا بمجرد الطلاق بنعلن الحرب العالميه الثالثه على الطرف الاخر. فهل يصح اللي ربنا نبهنا ولا تنسوا الفضل بينكم، يصح ننسى الفضل بالطلاق؟ هو الواد ده ما جاش بلحظه طيبه كريمه ما بين الابوين؟ لحظه صفاء طبعا، مش طيب بكره. لا، اللحظه دي تنسى؟ لو كانت تنسى الواد ما ينسكوش، الواد يفكركم. وجود الولد على فكره يصلح للذكر والانثى. ايوه، فوجود الولد ده بيفكركم باللحظه الحلوه. فما دام في لحظه حلوه بينكم والولد ده هو اكبر دليل مادي عليها، على كل من الطرفين انه يرحم الاخر. صحيح في اشكاليه اخرى، النفقه مسؤوليه مين؟ على فكره دي محتاجه ايضا نقاش. طب انت عارف النفقه مسؤوليه مين؟ النفقه مين المسؤول عن النفقه على الولد؟ اراء فقهيه مختلفه طبعا، سيادتك وكل الثقافه العامه والاب منتشره على الاب. مظبوط. طيب ده راي الشافعيه. انت عارف راي الحنفيه والحنابله ايه؟ النفقه على الاب ثم الام. فاذا لم يتيسر من الاب او حدثت اي عقبات لنفقه الولد من الاب تتولى الام، لان ربنا امر. ده المنطقي. طب خد بقى مذهب الظاهريه. مذهب الظاهريه بيقول النفقه واجبه من بادئ الامر على الابوين. من بادئ الامر، ايوه، بمناصفه يعني. لو المراه تعرف هذا الحكم استدلالا بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له اي المنسوب له، مش بالاسم بالبطاقه. المنسوب له بالواقع والطبيعه. الاب والام. ده مش ابنك خرج منك اصرفي، ده مش ابنك خرج منك اصرف. اذا انتوا الاثنين مسؤولين. لو الاثنين عرفوا الحكم ده وعرفوا الراي ده طبعا راي فقهي في تاويل في تفسير الايه. طبعا هتقول لي في تفسير تاني اللي انا ذكرته، الاب زي ما قال الشافعيه، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي قال الاب ثم الام، المذهب المالكي قال الاب فقط، وبعد الاب يعني عموم المسلمين بيت المال. دي كلها اراء فقهيه، ووجود الاراء الفقهيه بيديك سعه من الاختيار، بس برضه بيدينا ثقافه. ايه الثقافه؟ ان الاب طالما مسؤول والام مسؤوله، يبقى لما نخلف الام تعمل حساب 1000 حساب مين اللي هيصرف. ما تقولش اصل جوزي راضي عليا في الايام دي، ما هو ما نعرفش بكره هيبقى شكله ايه. افترض بكره حدث طلاق وحدث فراق وساب لك العيال وتعنت وما دفعش. فاذا لازم من بادئ الامر نعرف ان الواد اللي جاي ده المسؤول عن الانفاق عليه الابوين. ده على مذهب ايوه، الظاهريه. بس هي الزوجه بطبيعه تكوينها حتى في المجتمع الشرقي غير، يعني هي مش مركز للكسب ولا للرزق. صحيح. يترتب عليه فتح مجال للمكسب للمرأة، من ده طريق موازي للطريق الآخر، وهو الأخذ برأي الشافعية والمالكية إن الأب المسؤول ونلزمه، ومذهب الحنفية والحنابلة الذين قالوا الأب ثم الأم. نقوم إحنا الآن ماشيين صح، يعني إحنا الآن ماشيين صح باعتبار إن المرأة ليس عندها أدوات كسب في العمل العام كمرأة في حكم الظاهرة، إلى أن يحدث أن نرى المرأة والرجل سواء في العمل وكلاهما له من المال، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن. يوم ما نلاقي الطرفين كده صحيح متكافئين نقوم ناخد بمذهب الظاهرية. لكن إلى الآن ده احنا ماشيين بالرأي الفقهي الآخر إن الأب هو المسؤول. يبقى الأب عشان ياخد النفقة، يشوف الاستضافة أو يشوف المصاحبة أو يشوف حتى زيارة، ما يدفعش النفقة.
يعني يتعنت في النفقه وكمان يدفع نفقه لا تساوي شيء امام الواقع الحياتي، والاسعار بترتفع والتعليم والصحه علاجها باهظ. الاب يقول يظهر مرتب معين للقاضي علشان يدفع الحد الادنى. طب ليه ما يبقاش الحد الادنى للطفل ده هو الحد الكرامه؟ انت جبته اذا انت مسؤول عنه، مربوطش ده بالمرتب بتاعه. لازم هو اللي يجيب دخل لابنه لان هو المسؤول. اقول لك نفتح له باب طلب صدقات من اماكن خير، الاماكن الخير اذا كان عاجز عن الانفاق، لكن ما نخليش الام هي اللي تتسول من اجل الانفاق على ابنه. فاحنا يعني ما كل الابواب اللي حضرتك بتفتحها دي بتقول ان احنا محتاجين نقعد نبص في القانون ده بشكل طويل لغايه اما، لانه هي مش قضيه اصدار القانون، قضيه تنفيذه طبعا. يعني انه يتم تنفيذه على الارض الواقع. ده صحيح. يعني زي ما هم بيتكلموا ان يبقى في شرطه لو الاب خطف مش عارف، طب هي الشرطه اللي موجوده الان هتلاحق على ايه ولا ايه؟ القاضي لازم نروح له 3-4 مرات. طب هو القاضي اللي موجود دلوقتي قادر ان هو يتابع كل القضايا دي ولا لا؟ الفلوس دي، هل الفلوس دي موجوده ولا لا؟ ما يعني يجب ان يكون اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. يعني اذكر مقوله لعمر بن الخطاب ان صحت بالنسبه لعمر بن الخطاب: لو انصف الناس لاستراح القاضي. لو الناس انصفت، لو انصف الناس لاستراح القاضي. صحيح. لو الناس انصفت من نفسها واصبح في عيله، والعيله بتقوم بدور الوئام ما بين الافراد، وجعلنا نداء لتماسك الاسر، تماسك العيله حتى مع الفراق. ايوه حتى مع الفراق. احنا عندنا على فكره ثقافات يعني لا تليق بتاريخنا العرب ولا تليق بديننا السماوي، سواء كان الدين الاسلامي الخاتم او الدين المسيحي او الدين اليهودي او اي دين سماوي. لا تليق بهذه الاديان المرتبطه بالسماء ان احنا ما عندناش ثقافه قبول الاخر.